مساء الخير عليكم خواتي وخياتي، نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير وانتم تشوفوا في لا فيديو تاعنا اليوم. قبل ما نبداو لا فيديو تاعنا نصلوا ونسلموا على سيدنا المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، ونبداو على بركه الله وصفتنا اليوم مع بعض. كما راكم تشوفوا اليوم راح نديروا كروكي يذوب في اليد قبل الفم. كروكي يجي من اروع ما يكون، وصفه سهله اقتصاديه بمقادير موجوده في كل بيت، وزيد بالزياده يجي بزاف بنين. كما راكم تشوفوا واش نديروا في الوصفه هذه يا البنات. عندنا لهنا كاس ولا كيله تاع بيض. الكيله انا كيلت في الكاس اللي يرفد 220 مليلتر. هذا الكاس كي درت فيه البيض طاح لي 4 حبيبات تاع البيض، يعني درت 4 حبيبات تاع البيض، درت كاس وربع تاع سكر، درت كاس وربع تاع الزيت كما راكم تشوفوا، وقريصه تاع الملح، وخلطت كامل المقادير مع بعض. مع الاول خلطت البيض والسكر مليح مليح حتى كي داب لي هذاك السكر. من بعد عاود ضفت هذاك الزيت اونفيلي كما راكم شفتوا، وخلطتهم كامل مليح مليح. من بعد لهنايا البنات واش راح نضيف غرفه مليحه تاع لافاني، ونضيف كاس تاع مايزينا. كما قلت لكم الكاس اللي استعملته هنا اللي يرفد 220 مليلتر. بالنسبه للبنات اللي يحبوا يديروها بالقارص تاني تجي من اروع ما يكون. تقدري ديري لو زاز دو سيترون، من بعد تضيفي المايزينا تاعك. انا هنا درت لافاني وضفت هذيك المايزينا، خلطتهم مليح مليح حتى دخلوا كامل المقادير مع بعض. من بعد واش نضيف لهنايا البنات، نضيف كميه تاع الفرينه، ونضيف 2 كؤوس تاع خميره كيميائيه. الكيس اللي يرفد 10 غرامات. كما راكم تشوفوا نخلط كامل المقادير مع بعض على الشكل هذا اللي راكم تشوفوا فيه، ونبدا نضيف الفرينه بالتدريج حتى نتحصل على عجينه تكون طريه، ونقدر نشكلها كما نحب عفوا. هنا كما نقول لكم دائما يا البنات، ما تيبسوش العجينه تاعكم، توجور يد تخدموا بها ويد تيستيو بها العجينه تاعكم. كي تشوفوا بلي العجينه تاعكم خلاص راهي متماسكه، هنا تقدروا تحبسوا، ما تزيدوش الفرينه. وصدقوني الكروكي هذا يجي من اروع ما يكون. مع راهم وليدات فاكونس وراهم قاعدين في الدار، يتوالم القهوه تاع الصباح ولا القهوه تاع العشيه، يجي من اروع ما يكون. وتقدري حتى تخرجيه معاك، وعلاش لا ديريه في اون بواط وتخرجيه معاك. راهي العطله راهم داري قاعدين في الدار، اذا خرجتي للبحر ولا للغابه ولا تقدري تخرجيه معاه. وزيد بزياده يدير لك كميه كما يقولوا ما شاء الله. من بعد اللي يتلم معايا كامل هذاك العجين كما راكم تشوفوا، هنا نقسم العجين تاعي على 3. انا راني حابه ندير هنا كروكي عادي اللي نقسمو هكذايا، ندير كما قال واحد حربوش، واني حابه ندير شويه ديكالات. هنا كما راكم تشوفوا قسمت العجينه على 3، درت 2 عجينات شكلتهم على الشكل هذايا حربوش كما راكم تشوفوا. هنا السنيوه تاعنا ما ننساوش يا البنات ندهنوها بالزيت. من بعد نحطوا هذاك الحربوش تاعنا داخل السنيوه، ونقعدوا نسقموا فيه هكذايا، ونديروا العرض اللي رانا حابينه. ان الكروكي ما نحبوش عريض بزاف يا البنات. هنا كما راكم تشوفوا راني شويه كما قال واحد بلاطيتو، باسكو ما نحبوش يجيني بزاف خشين على الشكل هدايا. وهذيك العجينه اللي تقعد لنا يا البنات نديروها ديكالات هكذاك مدورين تاني، تجي من اروع ما يكون. هنا نزيدوا لها برك شويه تاع الفرينه كي نكونوا نحلو فيها هكذا، باش العجينه تاعنا ما تلصقش فوق البلان دو طرافاي، وتجينا سهله كي نكونوا نحلو فيها. كما راكم تشوفوا انايا شديت هذا المول وقطعت هكذا دوائر على الشكل هدايا. شوفوا يا البنات العرض تاعو، ونستفوه كامل في السنيوه على الشكل هدايا. والسنيوه توجور كما قلت لكم ندهنوها بشويه تاع الزيت. من بعد يا البنات واش ندير، انا عندي هنا حبيبه تاع البيض، ضفت لها شويه تاع القهوه، قهوه عاديه اللي طلعتها في البراس. وانتم تقدروا تضيفوا لها شويه تاع الكاكاو ولا شويه تاع نسكافي ولا ليكستري تاع القهوه كما حبيتوا. انا لهنا درت غير شويه قهوه، القهوه تاع البراس كنت مطلعتها، نحيت منها شويه، ضربت هذيك الحبيبه تاع البيض مليح مليح. من بعد رحت طليت كامل هذوك الحبيبات تاع الكروكي تاعي من الفوق على الشكل هدايا. من بعد شديت لهم فرشيطه هكذا على الشكل هدايا، ونبدا ندير خطوط عشوائيين هكذايا كتزيين فقط باش يخرج الكروكي تاعكم شباب. كما راكم تشوفوا انا نزين كامل الحبيبات. هنا انا راني نزين. من بعد عطيت السنيوه الدوزيام هديه لبنتي ملاك، وخليتها هي تعاوني ودير لي البيض هكذا. توجور نقول لكم خلوا وليداتكم يخدموا معاكم هكذا، منها يلهوا روحهم ومنها راهم يعاونوا فيكم. انا نخليها دير كامل البيض السنيوه هديه، وتزيد تشبعها بالفرشيطه. وانا ندخل السنيوه تاعي الاولى اللي كنت سخنت الفور تاعي على 180 درجه، نخلي الكروكي تاعي يطيب حوالي 20 دقيقه، نعسوه من التحت ونزيدو نحمروه من الفوق، ويكون الكروكي تاعنا واجد. انا نخليها تكمل هكذا، ندخل السنيوه تاعي طيب، ونعاود نولي لكم من بعد اللي نخرجها من الفوق. هاو حبيباتي الكروكي تاعنا بعد اللي خرجناه من الفوق. شوفوا لهنا دوك لي قالت شحال جاو حميمرين، جاو ما شاء الله. وهنايا الكروكي تاعنا نخلوه برك يبرد شويه يا البنات، ما نقسموش وهو سخون هكذا باش ما يتفتتش معانا. ونقسموه هكذايا على الشكل هدايا حوالي 2 سنتيمتر ولا، ونقسموه هكذا على الشكل هدايا.
كما راكم تشوفوا يا البنات الكروكي تاعنا طاب من اروع ما يكون. هنا برك باش نقول للبنات اللي تحب تحمر الكروكي تاعها في لي دو كوتي تقدر تحمروا، انايا خليته هكذايا، واللي تحب تحمروا في لي دو كوتي تاني تقدر تحمروا، يجيها من اروع ما يكون. كما راكم تشوفوا يا البنات شوفوا الكميه اللي عطاها لي هذيك العجينه بربع حبيبات تاع البيض، ومازالت كميه اخرى ماشي غير هذه برك. راكم تشوفوا جا حميمر جا طري جا ما شاء الله. نتمنى انكم تجربوه وتنجحوا في الوصفه هذه. وبالمناسبة يا البنات ما تنسونيش بالجيم في آخر الفيديو. وبهذا حبيبة قلبي ما بقى لي غير نقول لكم اللي عجبتها لا فيديو تاع نهار اليوم وكانت أول مرة تشوفها وماشي مشتركة في القناة، فضلا وليس أمرا تشترك وتفعل الجرس باش يلحقها دائما الجديد من عندي. وانتم حبيبة قلبي ما بقى لي غير نقول لكم أحبكم في الله، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء في فيديو جديد من فيديوهات دالي. باي باي.